وبناء على طلب الجماهير والناس اللي طلبت مني ان هم يشوفوا الاسعار جوه وانا بعمل شوبينج من الايرسبين. يلا بينا الاول بقى كده نجيب العجله اللي احنا هنجيب بيها. ده مش عايز يورو، ده عايز 2 يورو. استنوا يا بنات، وتصرفنا في 2 يورو. وكيش قال لك اتصرف. بس نفكها. يلا بينا. وطبعا عشان النهارده الحد فهيبقى فيه اوفرتات كتير. يعني احنا عندنا مثلا هنا البطيخه الصغننه دي بيورو، الاناناس كيلو بيورو 49. وطبعا في بطيخ كبير، يعني البطيخ الكبير ده الكيلو ب49 شنتزم. في عندنا برتقان هنا الكيلو بيورو. وخلينا نجرب حاجه جديده بقى، وعايزه اجيب الخوخ اللي شكله غريب ده يا جماعه. الكيلو بكام؟ ب2 جنيه 49. اكيد مسكر، يعني هو ريحته اصلا حلوه. هجربه واجيبه. وده الخوخ بتاعنا العادي بقى، اللي هو يعني ايه اللي متعودين عليه في مصر، ده العادي. ده الكيلو بيورو 99. عايزه اقول لكم ان الشمام ده ولا الاناناس ده مسكر بشكل رهيب. هجيب منه برضو. في عندنا موز جاهز هنا، يعني العلبه دي كده كلها ب2 جنيه يورو 99. نجيبها. عاملين اوفرت هنا بقى على القوطه الجميله دي يا جماعه. بكم الكيلو؟ ب99 شنتيزي معاه. حلوه والله وجامده وجميله. نجيب البنجر اللي ما بنستغناش عنه. الكيس ده بيورو. شايفين؟ ننقي بقى واحد حلو كده هناخد دي. طبعا ولادي حبايبي اللي في التلاجة اللي ما بستغناش عنهم. الفلفل الالوان بكام؟ ب2 جنيه 49. المهم احنا خدنا فلفلتين اهم، ويلا نروح نوزن سوا. لازم نعرف الرقم الاول. كم رقمه؟ 73. يلا نروح نوزن بقى سوا مع بعض كده. ادي السوبر ماركت. كل دي سلطات جاهزه، كل دي سلطات جاهزه يا ولاد. يلا نوزن. قلنا رقمه كام؟ 73. بنروح على الميزان هنا، كل حاجه بنوزنها بنفسنا. فردوره 73. فين اهي، ويطلع لنا الشيت اهو بسعر الحاجه. وشكرا على كده. كل حاجه بنعملها هنا كده بنفسنا. طبعا التفاح اللي ما بنستغناش عنه عشان الدايت، الكيلو ب2 جنيه او ب2 يورو يعني. طبعا الجزء ده من الفيديو قمة الحزن بالنسبة لي، لان هنا المانجا زي ما انتم شايفين، بصوا عاملة ازاي، حجر. وجبتها قبل كده ما كانتش قوي، يعني مش زي المانجا المصرية بتاعتنا. المانجا المصرية بتاعتنا يعني جامدة جدا. بكام الكيلو؟ ب2 جنيه. والله لو ببلاش مش هجيبها، عايزة اقول لكم يعني. بضطر بقى اروح الجزارة الاسلامية واجيب منها، لان هما بيجيبوا المانجا المصرية. هنا بقى في شويه مكسرات. يعني هنا مثلا عين الجمل ده بكام؟ عين الجمل ب5 جنيه كيلو، ب4 جنيه 69 قرش. في هنا مثلا ده البندق ده ربع كيلو ب2 جنيه 79. 400 جرام ب3 جنيه و69 قرش. تمام. في هنا ده عين الجمل ب4 جنيه 99 قرش. ده كم؟ ده 400 جرام برضو. واللوز ده 400 جرام ب4 جنيه. 400 جرام يعني داخلين في نص كيلو مثلا ولا حاجه، ب4 جنيه 49 شنتيزي معاه. عايزه اقول لكم ان البلح ده جامد جدا، حلو قوي. انا جربته هنا، حلو قوي. دي يا جماعه بيورو. من السلطات الجاهزه دي بقى جبت كيس جرجير، معرفش هو بيورو ولا هو ب79، مش عارفه. المهم هناخد كيس جرجير جاهز. بصوا يا جماعه هنا كيس فاصوليا. بصوا فاصوليا خضراء، انا جبتها قبل كده، طعمها حلو قوي. بكم؟ بيورو 29. بصوا لكم نظره كده معايا على البصل. ده بصل ابيض ماشي، ده بصل العادي اللي احنا بنشوفه، وده بصل احمر. 3 الوان من البصل. طبعا ده منكر، ملناش دعوه بيه. استغفر الله العظيم، يا رب نبعد بسرعه. ملناش دعوه بيه. المنكر هنا يا جماعه زي الملح كده، عادي يعني في السوبر ماركت في كل حته، عادي جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين بنتكم بقت شاطره جدا وبتجيب الزبادي اللايت. بصوا الصلصات هنا يا جماعه عامله ازاي. بصوا انا ما بضربش قوطه في الخلاط اصلا. بصوا الصلصات عامله ازاي، بصوا الوان. بصوا دي الخضره دي مثلا بالريحان، جبتها قبل كده عجبتني.
طبعا ايطاليا هنا بقى بلد المعجنات والمخبوزات والكرواسون والمنواسون زي ما انتم عارفين يعني. طبعا الحاجات دي لا يعني مش ليا طبعا، انتوا عارفين انا ثابته على مبدأ الدايت، ولكن جوزي بيحب الحاجات دي يا جماعه، يعني بيفطر بيها الصبح كده. بصوا يعني دي مثلا كرواسون في كام واحدة فيها 10 قطع ب2 جنيه 29. دي مثلا بالمربى، دي بالزبدة، دي بالشوكولاتة، دي بصوا هنا توهوا من كم المعجنات والمخبوزات والكرواسون والحاجات التحفة دي، ولكن في الفري بقى يا جماعة، في الفري. بصوا شايفين دي بايه؟ دي بالزبدة اعتقد، حلوة قوي. ودي مربى الخوخ يعني دايت منه لله الدايت. نجيب بيض بقى، دول 10 دول 10 بيضات بيورو 99. نجيب 10 بيضات. معلش تسمحوا لي بس اخدكم في الخطفه دي. ده زوكيرو، ده سكر، كيس بكام؟ بجنيه وربع. طبعا يا جماعه الكورنر اللي هناك ده اللي هو بتاع الجزاره، احنا ما بنجيش جنبه، احنا بنروح الجزاره الاسلاميه، لان الحاجات دي طبعا احنا عارفينها ميالي بقى وخنزير وحاجات، فمالناش في الكلام ده. بصوا يا جماعه دي كمان فيليه سمك 15 قطعه ستيكس كده، بس يعني كبيره حلوه. بكام؟ ب2 جنيه و99 شنتيزي. مع نجيبها بتنفع جنب شويه مكرونه واكل ومشي نفسكم. جبنا شويه حاجات بقى كده على ما قسم، وندخل على الكاسه بقى نشوف هندفع كام. انتوا يا جماعه الفيديوهات دي عاجباكم ولا ايه؟ ممكن تكتبوا لي في التعليقات الفيديوهات دي واكله معاكم وعاجباكم، وانتوا بتلفوا معايا كده ولا ظروفكم ايه؟ مفيش ولا كاسه يعني اخد الحاجه ببلاش وامشي، ولا واحده قاعده. دفعنا كام بالسكوترين؟ ودفعنا 35 جنيه تقريبا. لو عجبكم الفيديوهات دي اكتبوا لي في الكومنتات. باي باي. نرجع بقى العربيه زي ما كانت وناخد ال2 يورو بتوعنا. امال هياخدوا مننا ال2 يورو ولا ايه؟ يضحكوا علينا؟ بس كده ناخد 2 يورو وشكرا.